دخل عليها الغرفة لقيها نايمة وجنبها مخدتها حضناها، لما هو سايبها بقاله زمن ومسافر. ولما دخل شك ان في حد جنبها، طلع من جيبه آلة حادة وراح نازل فيها. حياتها راحت واتهدرت من غير ما يعرف ايه اللي جنبها. ولما شال من عليها الغطا اتضح له ان ما كانش فيه خيانة ولا فيه حاجة، اللي جنبها المخدة اللي هي موجودة مكانه بتآنس وحدتها. متابعينا الكرام، اهلا وسهلا بكم. هنحكي لحضراتكم النهارده قصه مأساويه بطلتها اسمها شهد، وفاتها المنيه بسبب شك جوزها وموضوعه الثائر ان مراته بتخونه وبتجيب ناس وهو مسافر بره البلد. خليني اقول لحضراتكم متابعينا الكرام ان شهد عندها 27 سنه، كانت متجوزه واحد عنده 33 سنه، كان بيسافر بره البلد وكان بيشتغل هنا وبيشتغل هنا علشان يبني اسره ويبني بيت، وكان بيكلمها دايما وبيحكوا مع بعض وبيحبوا ببعض. وكانت ما بينهم قصه حب بدات لما دخلت بيته واتقفل عليهم الباب. هي عرفت ان انا ماليش غيرك وان انت حبيبي وهتبقى ابو عيالي، وهو كذلك الامر. بدات بينهم حب وألفة استمرت لفترات طويله بينهم وبين بعض. ولكن للاسف متابعينا الكرام، زي ما بيقول المثل عندنا في مصر، الحلو ما بيكملش. بمعنى ان جت اللحظه الحاسمه، جوزها حب يعمل لها مفاجاه وقال هنزل اقعد معاها بعد غياب دام لاكتر من سنه ونص. كل يوم بيقولها اشوفك بكره اشوفك بكره اشوفك بكره، لان انت وحشتيني، لان انت ام عيالي، لان انت حبيبتي. ولكن يشاء القدر ان هو تجيله اجازه لمده اسبوع، اجازه طوارئ، فيقول خلاص انا هاخدها وانزل اشوف مراتي واشوف عيالي واقعد معاهم واعيش. ولما نزل اول حاجه عملها فتح بابه ودخل بيته بيشوفها هنا ولا هنا، ما لقاهاش موجوده. فتح اوضه النوم لقاها نايمه، لان هو رجع الساعه 2 الفجر، فالطبيعي واحده ست زي دي هتكون نايمه. دخل طبعا وهي نايمه، كانت بتقلب يمين وشمال وفي جنبها المخده، شك ان اللي جنبها ده عشيق. من غير ما يفكر ومن غير ما يرجع لاي حاجه طلع آلة حاده وانهى حياتها في الحال. وبعد ما خلص وشال من عليها الغطا اتضح له ان هو خلص على مراته واتهمها في شرفها وان هي كانت بتخون. ولكن ما كانش الموضوع كده زي ما رصدت لحضراتكم. القصه دي مأساويه خيمت على اهل تلك المنطقه بالدمار وبالبكاء وبالازعرين.